ارنولد خايف من فينيسيوس، مرعوب منه، تحس انه محروق يدخل عليه. وناتشو حط صلاح في جيبه وما شفناش خطوره صلاح خالص. ومودريتش اللي عنده 37 سنه عمال يشمس في لعيبه ليفربول. عليه العوض في ليفربول الموسم ده، لا دوري ابطال ولا دوري انجليزي ولا صفقات ولا اي حاجه خالص. عقده ريال مدريد بالنسبه لليفربول ما زالت مستمره، ومن ضمن الاحصائيات ان ليفربول فشل ان هو يفوز على ريال مدريد في اخر 8 مباريات في دوري الابطال، وده بيوريك قد ايه حجم العقده ما بين الفريقين. وكريم بنزيما اخويا اللي شبهي بقى بيحطم النهارده رقم قياسي جديد، ويبقى ثالث اكثر لاعب يشارك في دوري الابطال بالنسبه لريال مدريد، ويحطم رقم راموس ب 129 مشاركه. وفي المركز الثاني بيجي راؤول جونزاليز ب 130 مشاركه، وفي المركز الاول بيجي كاسياس ب 150 مشاركه. فهل تتوقع ان ريال مدريد ممكن يكمل في البطوله ويتوج بيها؟ هم دول بدايل كارلو انشيلوتي اذا رحل عن ريال مدريد. وفقا لصحيفه بيلد الالمانيه، القائمه المختصره لريال مدريد اذا غادر كارلو انشيلوتي الفريق، وده بقينا بنسمعه كتير الفتره الاخيره. ويمكن ابرز الاخبار اللي سمعناها ان كارلو انشيلوتي هيدرب منتخب البرازيل، فبيجي في اول البدايل حسب الصحيفه الالماني توماس توخيل، ورقم 2 الارجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو، ورقم 3 الاسباني تشافي الونسو. اما عن رقم 4 فالاسباني برضه راؤول جونزاليز. فايه هو افضل مدرب بالنسبه لك اذا رحل كارلو انشيلوتي عن الفريق؟ يا نهار ابيض لو حصلت. نيمار في طريقه الى تشيلسي. وفقا لموقع فوتبول لندن البريطاني ان تود بويلي رئيس نادي تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي نيمار. تود بويلي اللي هو عايزه بيجيبه، وده طبعا خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله. تشيلسي صرف كتير على لاعبين ممكن ما يكونش لهم لازمه، فنيمار اكيد هيكون حدث كبير جدا في الدوري الانجليزي. واكد الموقع ان تود بويلي عايزه باي حال من الاحوال. واشارت الصحيفه ان تشيلسي على اتصال دائم مع ممثلي نيمار، وان تشيلسي قادر ان هو يوفر له مرتبه الكبير، خلصانه يعني. وان تشيلسي هيبدا التفاوض بشكل رسمي مع باريس في الانتقالات الصيفيه المقبله بمجرد بس الحصول على موافقه اللاعب. وعلى فكره دي مش المره الاولى اللي نيمار بيرتبط اسمه بتشيلسي، فشكلها كده هتحصل ولا ايه؟ بص كده معايا لما مودريتش اتسأل عن كريستيانو رونالدو قال ايه؟ بيقول لك عندما تنظر الى ما حققه كريستيانو رونالدو تعتقد انه عليه الاسترخاء قليلا، ولكن هذا ليس من اخلاقيات عمله والمطالب التي يضعها على نفسه. وقال كمان ان كريستيانو هو افضل لاعب لعب معاه على الاطلاق. مودريتش هنا كان بيقصد عقليه كريستيانو رونالدو وقد ايه هو حاله خاصه ما بين كل اللاعبين. تخيل كده معايا مثلا لو كريستيانو دوت لاعب برازيلي مع اول بطولتين اخدهم مع 2 بالون دور كده كان ممكن يعتزل. عقليه اللاعب البرازيلي زي ما انتم عارفين لعب شويه، فانا هنا بقارن لك ما بين عقليه لاعب شغفه ما بيخلصش وما بين عقليه لاعب تاني لعبي وممكن ما يكملش في الكوره. فاللي كريستيانو وصل له دلوقتي فهو بنسبه كبيره بيرجع الفضل لعقليته. فهل انت ابو الكباتن عقليتك زي رونالدو؟ وهل انت بالنسبه لك رونالدو اسطوره ولا لا؟ لاول مره في الدوري الانجليزي فطار جماعي خلال شهر رمضان في نادي تشيلسي. في بيان رسمي اعلن نادي تشيلسي عبر موقعه يقيم النادي فطارا جماعيا خلال شهر رمضان للمسلمين. واكد نادي تشيلسي في بيانه على ان جميع المساجد واعضاء النادي والمشجعين واطفال المدارس المسلمين هيكونوا مدعوين لحضور الافطار. تاخدنا معاكم يا عم مع طاقم عمل البلوز. وقال كمان ان حفل الافطار الجماعي هيكون على ملعب ستانفورد بريدج، وان ده هيكون حدث كبير جدا في المملكه المتحده، خصوصا ان ده بيحصل لاول مره في الدوري الانجليزي. شابوه جدا نادي تشيلسي. وهيكون بالتعاون مع المؤسسه الخيمه الخيريه الرمضانيه. فايه رايك يا ابو الكباتن في التصرف الجميل بتاع نادي تشيلسي؟